نقطة مهمة وهي وضعية الكتف والصدر أثناء التمرين. لازم صدري يكون عالي، لوحين الكتف لازم يلمسوا بعض. ما ينفعش ان انا اتمرن ويكون جسمي كله او ظهري كله لامس البنش وصدري بالبلدي كده غطسان. لو صدرك غطسان وضغطت على عضلة الصدر عندك عمرها ما هتشد، وكتفك اعلى من صدرك كده كتفك هو اللي شغال. لازم صدري لفوق، لوحين الكتف لامسين بعض ومخدمين كويس جدا في البنش اللي بتمرن عليه. وكل ما كان صدري الاعلى كل ما صدري يشتغل اكتر. في لعيبه كتير بيقول لي انا مش حاسس عضله الصدر وانا بتمرن، تبص عليه تلاقي ان كتفه اعلى من صدره بالشكل ده وهو بيتمرن، فطبيعي عمره ما هيحس بالتمرين. لازم العكس، صدري لفوق، لوحين الكتف لامسين بعض، وببدا اتحرك بالدمبل. في لعيبه بتمسك الدمبل وما بتعصرش الدمبل بايديها، وده بيخلي الدمبل، او انت الكلام ده للناس اللي بتتعلم التمرين لسه، ممكن وهو بينزل بالدمبل يلاقي الدمبل بينزل في مكان مش في المكان اللي احنا عايزينه، يعني الدمبل بيروح منه يمين وشمال. طيب تتفادى الموضوع ده ازاي؟ بانك تمسك الدمبل وتعصر الدمبل بايدك وتشد السواعد بتاعتك، وكل ما مسكت الدمبل بقوه اكبر ده هيديك دفعه اكبر وباور اكتر انك تزق الدمبل بشكل كويس وتتحكم فيه بشكل كبير. خلصت ال10 عدات او ال8 عدات اللي انا عايز اعملهم وعايز اقوم بالدمبل. مبدئيا كده من الخطأ انك ما تسيبش عدة تقوم بيها. بمعنى بشوف اللاعب مثلا بيتمرن عدة 2 التالتة، في العدة ال10 الدمبل وقف منه تحت ما عادش قادر يطلع. ده غلط، لازم تكون ذكي. يعني سيب عدة تقوم بيها. انت مثلا حسيت ان الوزن ده باقي فيه عدة واحدة بس، خلاص بتبدأ بعد كده تلف الدمبل في الوضعية اللي انت شايفها بالشكل دي. بعد ما بتلف الدمبل بتبدأ ترفع رجلك عشان تستقبل الدمبل عليها، لان عمرك ما هتقدر تقوم بالدمبل ورجلك على الارض. بتبدأ ترفع رجلك، تسند الدمبل على رجلك، ولو عملت الطريقة دي زي ما انت شايفها بالشكل ده، ايا كان وزن الدمبل هتنزل بيه وتتمرن بيه وتقوم بيه بدون اي مساعدة من حد. كده يا شباب احنا عرفنا الصح والغلط في تمرين دمبل بنش بريس او تمرين الضغط بالدمبل لعضلات الصدر. لو في تمرين معين عايزني اشرحه اكتب في التعليقات اسم التمرين وانا هشرحه. لو شايف ان انا نسيت نقطة معينة وانا بشرح اكتبها في التعليقات. لو عجبك الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، دعمني يا معين.